هنعمل مع بعض 3 اشكال معجنات حلوه جدا جدا. دي بيترش عليها سكر بودره، مش بنضيف اي توبنج من فوق نهائي. شكلها حلو قوي، كانك ماسكه ورده بلدي في ايديكي وانت بتشكليها. بصراحه بتحسي بسعاده، بتشتغلي كده شغل كانك فنانه حقيقي. اشكالهم كلهم ال3 احلى من بعض. واحنا بنشتغل هقولك ازاي تغيري الحشوات وازاي تضيفي حشوه وتنقصي حشوه مثلا براحتك زي ما انت حابه. الاشكال كلها جميله، شايفين الشكل ده كانك ماسكه ورده بجد في ايديكي، رهيبه يا جماعه. ولما بترش سكر البودره بيظهر شكلها اكتر. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس ويختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. الناس اللي عامله مشاريع اونلاين ممكن تعملوا المعجنات دي، بتبقى جميله جدا. حابين تحطوا عليها تومنج براحتكم، مش يرجع لكم يعني. انا الا بقدم حاجه بسيطه وانتوا غيروا اللي انتوا حابينه. هنحتاج هنا العجينه بسيطه قوي، كوبايه ميه دافيه. هنضيف عليها ربع كوباية زبادي اللي هو الروب أو اليوجرت. أنا مش هضيف هنا حليب ولا بودر ولا سائل. كده خلاص ضفنا دول. هضيف معلقة كبيرة سكر وهضيف معلقة كبيرة خميرة. الخميرة الفورية اللي هي درايست 10 جرام، بس هي المعلقة الكبيرة بتعادل 10 جرام. هنضيف دول وبعدين هنقلبهم بأي حاجة، معلقة سباتيول أي حاجة قصادك. بعد ما بنقلبهم بننزل بربع كوباية زيت، مش أكتر من كده. هنا اخواتنا المسيحيين لو عايزين يعملوها ما تضيفوش الزبادي، لأنه تقريبا هم الصيام ده مش بياكلوا فيه أعتقد منتجات حليب. فإحنا هنا ويستبعدوا هم الزبادي. ولو حد عنده حساسية من الحليب ومنتجاته برضه يستبعد الزبادي. كده خلاص هنجيب دلوقتي احنا الزيت ونزلنا كده هنا بالزيت. يعني اللي حابب يقلمها صيام بمعنى اصح خلاص استبعدوا بقى الزبادي. بعد ما نزلت هنا بربع كوبايه الزيت هقلبها كلها مع بعضها. بعد لما اقلبها كلها مع بعضها هضيف هنا 3 كوبايات دقيق ونص. ال3.5 دول بيساوي نص كيلو دقيق. هنعجنهم مع بعض، هناخد عجينه طريه مش بتلزق. يعني انتوا فاهمين اكيد قصدي، ما تلزقش في ايدك، لا العجينه تبقى طريه يعني تضغطي عليها بايديكي ما تلزقش في ايدك. بس ده اللي انا حباه. لو انتي الدقيق بتاعك محتاج معلقه مثلا ميه بعدين اديله لو حسيتين ان هو ناشف. لكن هي العجينه بتبقى ملمسها حلو، ده ملمس العجينه. انتي بتحسي بالعجينه، بعدين هاتي بوله رشي حبه دقيق وحطي العجينه وخليها تختمر. تمام كده. بعد التخمير بقى انا فشيت الخمر في البوله دي هقطعها 3 كور. لان انا عايزه اعمل 3 اشكال، فكل كوره هعمل منها شكل. بعد ما بتلف الكور كده على بعضها او بتجمعيها او بتلفيها او بتلميها بمعنى اصح، اركنيها على صينيه مرشوشه دقيق او على المكان اللي انت بتشتغلي فيه، ويراعى تغطيها فوطه مطبخ نظيفه علشان وشها ما يقشفش من فوق وينشف. كده خلاص لما تيجي تبدأي بقى بالعجين هتفردي اول كورة انت كورتيها، ما تفرديش الاخيرة لا. اول كورة على بال ما تخلصي التالتة هتكون الاولى ارتاحت شوية. هترشي دقيق تحت العجينة وفوق العجينة وهتفرديها. وانت بتفردي راحي تفرديها بطريقه كويسه، لان انا حابه شكلها يبقى مستطيل. انا ما طولتش الفيديو، يعني انا المقاطع اللي فيها فرد العجين حذفته ما خليتهوش. فرد العجين سهل، انت بتجيبي النشابه المردانه وبتفردي العجينه تحت وفوق تحت وفوق وتقلبيها من الناحيتين لغايه لما تتفرد معاكي وتاخده مستطيل. لو مش متساوي سويه بالسكينه. هنجيب بقى اي ماده دهنيه، سمنه زبده على زيت براحتك زي ما انت حابه. كل واحد يستخدم الحاجه المتاحه عنده. هتدهنيها العجينه. بعد ما تدهنيها مش بنسب محدده، اي حاجه يعني زي ما انت حابه. الخليط ده عبارة عن معلقة كاكاو، معلقتين قرفة، معلقتين سكر عادي اللي بنحلي بيه الشاي، ولخبطتهم مع بعض كده وبعدين رشته فوقيها بس كده. اللي حابب يزود السكر براحته، لكن انا ما انصحكيش تزودي السكر لسبب. بعد لما تستوي هنرش عليها اصلا سكر بودرة. كده خلاص انا حطيت المادة الدهنية وبعدين رشيت القرفة مع السكر مع الكاكاو. تمام كده. بعد ما خلصنا بقى هنقطعها من المنتصف بسكينة، بالعجلة بتاعت البيتزا اي حاجة موجودة عندك اقطعيها من النص. بعد لما بنقطعها من النص سواء قطعتيها بالطول بالعرض مش هتفرق، في كلتا الحالات مش فارقة. هنقطعها كده بالطول وبعدين هنقطعها من المنتصف. انا عايزة يعني 4 مربعات. ال4 مربعات دول كل مربع فيهم هنلفه رول. راعي لما تيجي تضيفي
الكاكاو مع القرفة مع السكر ما يطلعش بره على الأطراف، يعني خلي الأطراف ما يوصلهاش كتير، الطرف اللي احنا هنلزق منه بالذات. هتيجي بقى بعدين هنا زي ما انت شايفة كده هتلفيها رول عادي خالص. بعد ما بتلفيها رول بتقفلي الطرف اللي بره الأخير. حابة تعملي الوردة أكبر من كده براحتك، أنا عاملة الأشكال صغيرة، لو أنت حابة تكبريها كبريها. أنا ما عنديش مساحة أفرد العجينة إن أعمل الشكل كبير، يعني الشيف عمل الشكل كبير بصراحة، أنا ما عنديش مساحة أفرد، فأنا بفرد على قد المساحة اللي عندي، على قد الإمكانيات الموجودة عندي. فأنا هنا برضو هلف التانية كده رول. بعد ما الفها برضو هقفل بايديا بصوابعك، يعني بعد ما تقفلي القفل بتاع العجينة بتخليه من تحت. احنا بعدين بنقطعها من المنتصف كده بسكينة بالعجلة بتاعت البيت. بعد لما بنقطعها من المنتصف بنلفها بقى زي الوردة رول، بتلفيها رول هتلاقيها من جوه شكلها بقى حلو. شكل العجينة مع شكل القرفة عملت شكل جميل بصراحة. بس خلي بالك القفل هنا مش بنحطه على جنب، لا القفل بنحطه تحتيها تحت القطعة بتاعة العجين. حابة تحطيها في الصينية بتاعة الكب كيك ماشي، حابة تحطيها في الطبق الفويل اللي هي بتاعة الكب كيك برضو تمام، حابة تحطيها في صينية كده لحالها عادي جنب بعض براحتك حسب المتاح عندك والموجود. انا عندي صينية الكب كيك فانا حطيت فيها. وانتوا بتقطعيها حاولي تقطعيها كويس بحيث ما يكونش في حتة عجين لازقة في اختها زي ما انا حصل هنا معايا. كده خلاص هنلفهم كلهم وهنخليهم هنا علشان يختمروا. وانا هكمل باقي العجين عندي هنا 2 رول، هكملهم برضو بنفس الطريقة وهحطهم في الصينية. فردت عجينة تاني دهنتها برضو مادة دهنية، هرش على نصها معلقة جوز هند ناعم ومعلقة سكر لخبطتهم مع بعض، والنص التاني هرش عليه نفس الخليط اللي انا حطيته القرفة مع السكر مع الكاكاو تمام. في حاجة هنا، لو انت حابة تدهنيها مربى بديل للمادة الدهنية ادهني مربى، بس يفضل مربى مشمش يعني. ادهني مربى المشمش دي وبعدين ضيفي عليها جوز الهند، طبعا مش هتضيفي السكر انت ضايفه مربى. دي فكرة تاني، لو انت حابة تدهنيها مربى وتحطي الحشوة من جوه فول سوداني مجروش بس يبقى ناعم، ما يبقاش خشن، ليه الخشن هيقع الناعم هيفضل. فبعد ما تفرمي الفول السوداني ناعم رشيه فوق المربى، هتلاقي المربى اصلا بقت عامله زي الطبقه اللاصقه هتلزق، زي ما هنا الماده الدهنيه لزقت معايا جوز الهند المربى هتلزق جوز الهند. حاجه بسيطه قوي. ولو انتوا حابين على فكره تدهنوا الشكل الاولاني برضو مربى وترشوا فيه السكر مع القرفه مع الكاكاو براحتكم. اللي مش حابب يستعمل ماده دهنيه وحابب يستعمل مربى استعملي مربى، بس ما تحطيش كتير علشان المربى ممكن تسيح، يعني بتحطي حبة صغيرة. ولعلمكم يعني المادة الدهنية هنا قليلة مش كتير. انتوا شفتوا انا لفيت هنا رول بعد ما اتقطع من النص لفيته رول عادي جدا وبرضو قفلته وبخلي القفل لتحت. هتيجي الشكل التاني اللي فيه جوز هند برضو هلف رول وهقفله بصوابعي وهخلي القفل لتحت. الاشكال سهله يا جماعه والله، العجين حلو يعني لما بتشتغلي بالعجين ممتع والله. بتحسي بفن، بتعملي اشكال حلوه كده بتحسي بجد بفن. بنقفله هنا، بعد ما بنقفله كده خلاص هنخلي القفل من تحت بقى وهنبتدي نقطع. هتقطعيها بالسكينه تمام، باي فتله او دبارة عندك براحتك زي ما انت حابه. انا زي ما قلت العجين هنا انا عامله الاشكال صغيره عاملاها كيوت، اللي حابب يعملها كبيره يعملها. هتفتحيها هنا ورده زي الورده البلدي، فتحيها فتحيها انت لما لفتيها رول وحاطه من جوه حشوه بتتفتح معاكي بكل سهوله جميله جدا. هنيجي نفتح بقى التانية ودي شكلها تحفة اللي فيها قرفة برضو زي ما انتوا شايفين نفس ما فتحنا الاولى نفس التفتيح بتاع التانية. كده خلاص في شكل تاني بقى اللي هو بتاع الوردة تحفة التاني. برضو جبنا العجينة التالتة رشينا دي تحت العجينة او فوق العجينة فردناها بس ممكن ما يكونش تخين يعني تقريبا بصوا 3/4 سنتي مش اكتر من كده علشان ما تبقاش تخينة قوي بسنتي ما تزوديش عن كده. هتيجي بقى تجيبي 4 دواير من اللي احنا قطعناهم دول وهتحطيهم فوق بعض. لو انت مش متمكنة ومش هتعرفي تلفيها وخايفة تفك منك هاتي فرشة فيها مية والزقي كل واحدة في اختها. انا ما عملتش كده لان انا عارفة هشتغل ازاي. هلفهم كده انا مش هتتفك مني انا بلمها على طول بايدي، لكن انت لو خايفه الزقيها بميه. بعد ما لميتها رول على بعضها كده هقطعها من النص، هخلي بقى القاعده تحت على ايدي
وبعدين هفتحها وردة زي ما انتم شايفين، شكلها فظيع حلو قوي قوي. حتى بعد التسوية قبل التسوية رائعة. الاشكال خلي بالكم بتبقى مختلفة بعد ما تختمر. كده خلاص بعد ما اختمرت هدهنها بالنسكافيه مع معلقة حليب، مع بصوا حبة سكر كده صغيرة. الابيض بس اللي فيه قرفة مش هندهنه طبعا. لو انتم من محب البيض وحابة تدهنيه بالبيض as you like ادهنيه بالبيض براحتك. كده خلاص كله اختمر معايا. بس انا نسيت النسكافيه والحليب ورشة السكر، ادهنوه بيه او بالبيض. طبعا الفرن بتبقى مسخنة مسبقا وبتدخلي فيه المعجنات. الفرن بتاعتك لو سخنة قوي خليها على 180. لو انت عارفة ان السخونة بتاعتها كويسة خليها على 200. كل واحد اضرب الفرن بتاعته. اكيد كلكم بتعملوا معجنات وعارفين الفرن بتاعتكم ايه نظامها. انا حطيتهم في الرف اللي فوق الوسطاني بالنسبة للفرن عندي. بعد لما استووا اخدوا معايا من 10 ل 12 دقيقة ماكسيموم، مش اكتر من كده. شغلت الشواية اللي هم الابيض دول اللي ما فيهمش قرفة، حمرت وشهم شوية بس خرجتهم. الابيض دول انا رشيتهم بالبخاخه علشان يبقوا طراي معايا، وغطيتهم بفوطه مطبخ نظيفه. بعد لما بردوا بقى بقوا دافين شويه كده، مش بردوا قوي لا بقوا دافين. رشيت عليهم سكر بودره. ما ترشيش السكر هم سخنين، هيتشربوه هيتشرب كل السكر. شكلهم في منتهى الجمال والشياكه بصراحه، حاجه كيوت وجميله وتفتح النفس وتشرفك قدام اي حد. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.